كمان شركة أمازون اللي بتجيب كميات ضخمة من البضائع الرخيصة من الصين سعر سهمها نزل تقريبا 10%. حتى شركة انفيديا عملاق معالجة الذكاء الاصطناعي برضه ما سلمتش، وسعر السهم بتاعها نزل حوالي 7%. وده منطقي طبعا لأنها معتمدة على شركة TSMC التايوانية اللي هيتفرض عليها تقريبا 32% تعرفة جمركية. لكن عارف ايه أكتر منتج هيزيد سعره في أمريكا الفترة اللي جاية وفعلا سوقها هيتضرر؟ العربيات. التعريفات الجمركية هتضر الشركات الأمريكية زي شركة فورد وجي ام وتسلا، وده ببساطة لأنهم بيعتمدوا على مكونات كتير جدا مستوردة. حتى شركة تسلا والمفروض إنها بتصنع العربيات بتاعتها بنسبة 100% جوه أمريكا، سعر سهم الشركة نزل بنسبة 8% بعد إعلان ترامب. لكن المفارقة المضحكة في الموضوع بقى إن الصين اللي هي أصلا ترامب مستهدفها من الأول وحاطط عليها أعلى تعرفة جمركية لحد دلوقتي هي أكبر مستفيد من كل اللي بيحصل ده. هتقول لي طب ليه بقول الكلام ده؟ دولة زي الصين بذلت مجهودات كبيرة في تحويل اقتصادها ناحية التصنيع وتنمية قدراتها الصناعية بشكل